ما هو انا مش عارف هنجيب مين يحكم لنا في الدوري المصري. هنقعد نجيب حكام من بره عشان يحكموا لنا ونشوف الحالات الجدلية اللي عندنا. مش عارف بصراحة هنجيب مين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واعزائي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في صحة وراحة بال. من شوية كان في حالة جدلية بتاعة الزمالك وطلائع الجيش ومحمد حمدي ووقع والجون والتلامس والاصطدام اللي حصل ما بينهم، وطبعا حصل مشكلة على الحكم والقرار اللي هو خده الحكم. نيجي بقى الماتش الأهلي ومحمد الشناوي وفخر الدين بن يوسف لاعب المصري. الكرة وقعت من ايد محمد الشناوي، فخر الدين بن يوسف كان واقف جنبيه، وطبعا محمد الشناوي حط ايده حجزه. مبدئيا احنا النهارده هنتكلم على اللي حصل بين غرفة الفار وبين الحكم محمود البنا. بس نحط مبدأ في الأول. من وجهة نظري أنا كأهلاوي دي ضربة جزاء. طبعا ممكن أهلاوية يطلعوا ويزعلوا مني ويقولوا لي أنت إزاي أهلاوي مش إزاي أهلاوي. مبدئيا أنا أهلاوي، بس أنا يعني محايد، بطلع أتكلم بحيادية. لو ليك حق هتكلم فيه، لو الفرقة دي ليها حق هتكلم فيها. في الأول كانوا بيقولوا أي لعيب داخل منطقة الجزاء أي لمسة تتحسب ضربة جزاء، حتى لو كان بيسلم عليه بتتحسب ضربة جزاء. طب اللي حصل ده دي مبدئيا دي ضربة جزاء. تختلف تتفق معايا، دي من وجهة نظري، كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر ورأي. دي ضربة جزاء. طب ايه اللي حصل في غرفة الفار؟ عايز اقول لك حاجة. اي كرة يحصل فيها اي جدل والماتش يكمل من غير ما الحكم الملعب يروح يشوف حاجة الفار، فانت مش لازم تفهم فيه ايه. خلاص انت المفروض تبقى عارف ان غرفة الفار تقول له ان هي ايه، كمل ورأيك صح. يعني اي لعبة تحصل وحكم الملعب ما راحش للفار يبص عليها، معنى كده ان الفار بيقول له انت رأيك صح، انت الحكم بتاعك صح. سواء بقى كمل، سواء صفر وعمل فاول. لكن لما حكم الفار بينده لحكم الملعب يبقى كده في قرار، في شك في قرار الحكم. طيب دلوقتي محمود البنا حكم ومشى اللعب عادي، فمعنى كده ان هم متفقين معاه غرفة الفار ان القرار بتاعك صح. وجهة نظر انا دي ضربة جزاء. تمام. طب ايه اللي حصل في غرفة الفار؟ قال له يا بنا المفروض الحكم يدي لنفسه وقت عشان خاطر الفار يراجع اللعب. فقالوا له يا بنا ده تلامس خفيف لا يرتقي الى ضربة جزاء، فعشان كده حسب ان مشى الكرة وحسب فاول. معنى ان هو تلامس خفيف ان اللاعب بيخدع الحكم، فدي تتحسب فاول على اللعيب. ده الابديت الجديد بتاع لجنة الحكام. تاني، الابديت الجديد بتاع لجنة الحكام ان التلامس الخفيف معنى ان اللاعب بيمثل فتتحسب فاول عليه. خلاص كده تمام ماشي. نروح للجنة الحكام. لجنة الحكام منقسمة الى قسمين، قسم مؤيد للحكم والقسم التاني بيقول ضربة جزاء. يعني الحكام في منهم اللي مؤيد القرار وفي منهم اللي بيقول لا دي ضربة جزاء. طبعا هيحصل اجتماع قريب بين لجنة الحكام وهيتكلموا مع الحكام ويشوفوا ويراجعوا القرار ويشوفوا القرار دلوقتي صح ولا غلط. ماشي. لجنة الحكام دلوقتي في انقسام. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا عدينا بتاع 5-6 جولات وحالة هنا وحالة هنا، وقعدنا بنعمل فيها هيصة كبيرة. طيب دلوقتي تخيل كده ان الحالة ديت حصلت مثلا في ماتش الاسماعيلي، حصلت في ماتش بيراميدز، ماتش انبي الاتحاد،
المقاولين، في اي فريقين بيلعبوا تاني، مش هيحصل اي جدل من النوع ده. الجدل ده بيحصل في ماتش الاهلي او في ماتش الزمالك. الجدل ده بيحصل في ماتش اهلي او ماتش الزمالك. طب دلوقتي رئيس لجنة الحكام هيجتمع بالحكام دلوقتي عشان هو شايف ان مفيش تركيز طبعا من الحكام. خليني اقول لك ايه اللي منع التركيز على لجنة الحكام. مبدئيا اي حكم بيجي يحكم المباراة في الدوري المصري مرتبه او بيتقاضى 7000 جنيه في المباراة الواحدة. فهو ده اللي منع التركيز. هتقول لي طيب انا هقول لك ان يقول لك ان هو مش عليه العين. لا، انت بتحكم ماتش الاهلي وماتش الزمالك، فانت كده كده بيبقى عليك العين. فلجنة الحكام يعني بتقول انا ببقى شايف الحكام بيبقى تركيزهم اكتر لما مثلا بيجوا يحكموا الماتش الترجي والنجم الساحلي. يحكموا طبعا ده باسناد من الفيفا، يعني بيختاروا حكم من الدوري المصري او حكم من مصر يروح يحكم مثلا ماتش في الدوري الليبي، الدوري التونسي، الدوري المغربي. طبعا اكيد بتشوفوها، كابتن امين عمر بيروح يحكم للترجي والنجم الساحلي. فبنلاقي التركيز بتاعهم اعلى من هنا من الدوري المصري. هقول لك انا بقى ليه اعلى هناك. لان اي حكم بيخرج بره مصر ويروح يحكم في تونس والمغرب، مبدئيا بيحكم في اي دوري غير الدوري المصري، بياخد $1200. فهو الحكم طبعا بيقعد يحسبها. $1200 دول يعني 50-60 ألف جنيه بالمصري. فأنا طبعا لازم أبقى مركز كده عشان كل مرة مثلا يقولوا لي تعالى حكم مثلا مباراة هنا أو مباراة هنا. لكن أنا بحكم مباراة ب7000 جنيه في الدوري المصري، بيبقى عليا جدل وممكن أتوقف فيها وممكن أحكم شهر وشهر لأ. فطبعا الامور الماديه هنا في الدوري المصري لما الحكم مثلا بيجي يحكم هنا 7000 جنيه، فاللي هي مش ماشيه معايا، مش قوي من 7000 جنيه. بس انا هحكم بره لازم ابقى في قمه التركيز. فطبعا احنا محتاجين الخبير الاجنبي طبعا للحكام، زي ما كان موجود الفتره اللي فاتت. وان شاء الله بقى الحكام يعني ترجع تركز معانا زي الاول. ماشي. فلجنة الحكام اقول لك تاني، لجنة الحكام دلوقتي حاليا في انقسام دلوقتي بين القرار بتاع محمود البنا. ده تلامس فعلا خفيف لا يرتقي الى ضربة الجزاء، ولا دي ضربة جزاء فعلا؟ انا قلت لكم ده رأيي ان هي ضربة جزاء. طبعا الامور الجدلية دي احنا عارفين بقالها فترة ان هي موجودة معانا سواء في ماتش الاهلي او في ماتش الزمالك. وانا بقول من وجهة نظري، انا قلت لكم في اول الفيديو ان هي دي فعلا ضربة جزاء. اي تلامس داخل جوه منطقة الجزاء هي ضربة جزاء فعليا. ده اللي حبيت اطلع اقوله لكم النهارده. وان شاء الله اي حاجة هتحصل واي قرار هيبقى حاصل بين غرفة الفار ولجنة الحكام هطلع اقوله لكم، وحضراتكم تقدروا تتأكدوا من القرار اللي انا بقوله، من الكلام اللي انا بقوله قصدي. ان شاء الله في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.